مساهم في 15 جون تسجيل وصناعة، يعني تقريبا أكتر من 50% أو حوالي 50% من الأهداف بتاعت أرسنال عن طريق ساكا أصلا. هتقولي هما جابوا 3 أهداف بعد ما ساكا خرج من الملعب مصاب، ده حصل بس كان خلاص كريستال بالاس خسران وبيحاول إن هو يضغط ويفتح مساحات علشان يعمل فرص لنفسه، والماتش كان ليه ظروف يعني فتح بالطريقة دي. فمش عارف شكل فريق أرسنال أصلا من غير ساكا والكرياتيفيتي بتاعتهم هتبقى عاملة إزاي. انما شفت مارتينيلي جه مكان ساكا ناحيه اليمين، انا كنت فاكر جيسيس هو اللي هيلعب ناحيه اليمين، مارتينيلي اللي هيلعب ناحيه اللي لعب مكان ساكا ناحيه اليمين. وارتيتا اتكلم عنه بعد الماتش كويس جدا في الطريقه اللي لعب بيها ناحيه اليمين، ولمح كمان او فكرنا بان مارتينيلي اخر ماتش الموسم اللي فات قصاد ايفرتون برضه لعب ناحيه اليمين وكان اداؤه كويس. ومكان مارتينيلي في الناحيه اليمين ده عند ساكا احسن له من الشمال الصراحه، بالنسبه لطريقه مارتينيلي هو مش مهاري قوي انما سريع جراي جدا على الخط، بيلعب برجليه اليمين، فلعبه ناحية اليمين دي ممكن تبقى حاجة كويسة ليه وللفريق. فمارتينيلي اوبشن، تروزارد اوبشن. في حد سألني على خيسز، انا جاي لك اهو في الكلام، بس انا بتكلم عن بديل ساكا المباشر كنص ملعب. تمام. ودو برضو يعني الريسك بتاع دقائق اللعب وقدرتهم على تسجيل اهداف كتير، تروزارد ما سجلش السنة دي مثلا في الدوري غير هدف واحد. مارتينيلي ابتدى يلاقي فورمة التسجيل شوية، بس في الآخر أكتر حد مضمون ممكن أجيبه مكان ساكا من أرسنال بالنسبة لنا أوديجارد، برغم إن هو بعيد عن المواقف اللي فيها إنهاء للفرصة، لما بتيجي الهجمة خلاص تتحسم ما بيبقاش أوديجارد هو اللي موجود، ممكن يبقى مارتينيلي وجيسيس وتروزارد. بس هياخد الكورنرات اللي كان بيلعبها ساكا، هياخد ضربات الجزاء اللي كان بيلعبها ساكا، مع قدرته أصلا على تسجيل نقط في الفانتازي، ورانا الكلام ده قبل كده المواسم اللي فاتت. اعتقد اوديجارد مكانه احسن حد مكان ساك، خصوصا ان هم يلعبوا ابسوتش تاون. ده لو انت عندك صلاح، طبعا ما عندكش صلاح او بالمر فانت هاتهم مكان ساكا. الاوبشن التاني بالنسبه لي دياز، اللي اكتر واحد اون فورم في ليفربول بعد محمد صلاح في الفتره دي، كان ابتدى الموسم حلو قوي، كان بيسجل هدفين في الماتش وراح نام شويه ورجع تاني لفورمة التسجيل، وواضح كمان التفاهم بينه وبين جاكبو وصلاح، هم دول الثلاث مهاجمين الأساسيين بتوع ليفربول. بس هتخش بعد كده هتلاقي، لان كمان دياز بيلعب في القلب راس حربة ومتألق في الدور ده الصراحة، وجاكبو ناحية الشمال وصلاح ناحية يمين، اكتر ست مناسب لليفربول من ساعة من ساعة ما